السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة. معايا هنا كده كيلو من المكرونة مسلوقة. معايا هنا بقى نحط سمنة على النار، معلقة من السمنة، ونحط هنا البصل المفروم، بصلتين حلوين كده، أشوحهم كده شوية على النار علشان نعصر اللحمة. نقلبهم كده كويس. بعد ما شوحنا البصل هنحط بقى اللحمة، نقلب بقى كده اللحمة مع البصل. بعد ما قلبناهم كده كويس مع بعض، معايا هنا فلفل ألوان مقطعة قطع صغيرة، أحطه برضو معاها وأقلب. مجهزة برضو كمان طماطم متقطعة قطع صغيرة. بعد ما شوحنا الفلفل شوية مع اللحمة والبصل، نحط بقى ننزل بالطماطم ونقلب. نقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض حلو قوي. نعمل بقى البشاميل. ده لتر من اللبن وعليه كيس خلطة البشاميل ده بطعم الجبنة. احطه كده على لتر اللبن واقلبه كده كويس مع بعض، وطبعا في الملح والتوابل وفي كل حاجة. يبقى اللبن وكيس خلطة البشاميل، ونحط بقى على النار كده البشاميل اللي بيغلي معانا. معانا بقى التوابل بتاعة اللحمة المعصجة، ملح بقى ملح وفلفل وتوابل مشكلة، عن أي توابل بقى عندكم مشكلة، وقرفة وجنزبيل. نقلب بقى كل الكلام ده. هنا بقى كنت مجهزة الصينية وحطيت فيها نص المكرونة المسلوقة، حطيت فيها شوية من البشاميل وأقلبهم كده كويس مع بعض. نظبطها كده في الصينية. طبعا اللحمة بقى خلاص كده جاهزة، نحط عليها اللحمة المتعصجة. نفرد بقى اللحمة كويس على المكرونة. نحط بقى شوية بشاميل كده من على الوش، حاجات بسيطة يعني كده فوق اللحمة. تمام كده. نحط باقي المكرونة، وباقي المكرونة هنا عليها برضو شوية بشاميل. نفردهم بقى كده ونظبط الصينية بتاعتنا. طبعا سايبين بقية البشاميل علشان نحطه على الوش. نفرد البشاميل كده كويس على وش الصينية بتاعتنا بالشكل الجميل ده. دخلنا بقى الفرن. الفرن شغال فوق وتحت. حمرنا الوش بتاعها وسيبناها من تحت شوية لما اتحمرت، وكل حاجة طبعا مستوية معانا. وتفضلوا معانا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ طلعنا بقى من الفرن وسيبناها بردت شوية، ونبدأ بقى نقطعها.
يا رب سبحانك. طبعا هي ما بردتش قوي يعني، بس هي يعني ايه، سيبناها هدت شويه. تعالوا بقى نشوف الجمال ده. طلعنا قطع بقى كده ايه، نشوفها مع بعض. شايفين ما شاء الله لونها حلو ازاي، وطعمها جميل جدا. طبعا زي ما قلت لكم هي لسه سخنه. عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم اي جديد. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حفظ الله ورعايته.